هل شيكابالا هو أفضل لاعب في تاريخ الزمالك؟ ما أعرفش، أنا ما شفتش كل تاريخ الزمالك، بس أنا عندي I have statement to make. طبعا أفضل لاعب في تاريخ مصر هو صلاح، يعني it's not even a debate. بس أنا رأيي إن شيكابالا هو أفضل لاعب في تاريخ الدوري اللي أنا حضرته. وقبل ما تتخض شوية من الكلمة، ركز هو لعب كام سنة. ركز هو لعب كام سنة. كام سنة. فقبل ما تبقى دي خناقة يعني ولا تبقى خناقة عادي يعني. أكلتك المفضلة؟ أنا اكتشفت مؤخرا إن أنا ما بقتش عندي أكلة مفضلة، يعني أنا مش بتاع أكل، يعني أنا مش أكيل. أنا في حاجات يعني ما فيش حاجة، يعني ما فيش لحظة بابقى قاعد كده أقول ياه أنا نفسي آكل كذا. اكتشفت إن اللحظة مش طول عمري على فكرة، أنا زمان عادي كان في حاجات باحبها جدًا واستناها وبتاع، بس دلوقتي فعلًا أنا ما فيش شيء بييجي في بالي كده أقول ياه أنا نفسي آكل كذا بقى لي كتير ما أكلتوش ما أعرفش إيه اللي حصل. أو يمكن عودت نفسي على نظام أكل معين خلّاني بانسى تقريبًا. العادة هي اللي بتحكم، مش عارف. بس أنا ساعات آكل حاجة تعجبني، لكن هل الحاجة دي هتيجي في بالي أصلًا وأنا ما باكلهاش وباقول ياه أنا عايز آكلها؟ لأ. فأنا حاليًا مش بتاع أكل أوي يعني. من هو أفضل لاعب شاهدته في السعودية؟ سالم. طبعًا برضه تاني أنا ما حضرتش التاريخ كله، أنا باتكلم على اللي أنا شُفته، ونفس الكلام اللي باقوله على شيكابالا على فكرة، أنا ما حضرتش التاريخ كله، بس باتكلم على اللي أنا شُفته. صلاح طبعًا مش محتاج تكون شُفت التاريخ كله، يعني صلاح مستثنى من هذا الشيء. صلاح هو أفضل لاعب في التاريخ المصري والعربي، ومش محتاج أكون شُفت حد. لأن الراجل بِعد أوي بالمسافة لدرجة إن السياق، يعني هو كسر في حاجة اسمها السياق الزمني، لكن صلاح بعيد أوي لدرجة إنه كسر السياق الزمني، كسره تمامًا. لكن مثلًا أفضل لاعب في الدوري أنا شُفته شيكابالا، إجمالي بقى كل السنين. أفضل لاعب شُفته في السعودية سالم. بس أنا ما أقدرش أحكم على كل التاريخ لأن أنا ما حضرتش كل التاريخ. بس سالم هو أعلى حاجة أنا شُفتها، شُفتها بمعنى تابعته week in week out، شُفت كل أسبوع لمدة سنين. لأن في ناس تانية أنا شُفتها، بس شُفتها ماتش، ماتشين، بعدين غياب، بعدين ماتش، ماتشين، بعدين أنا ما شُفتش.